النهاردة بإذن الله هنعمل تخليل الليمون السريع في أسبوع واحد بس. هتاخدي أحلى ليمون معصفر مفهوش مرارة، طعمه روعة، مستوي على الآخر ومش مهري وبمقادير مظبوطة. عندي كيلو من الليمون هنقعه في المية لمدة 3 أيام، وهفضل أغير له المية الصبح وبالليل لمدة 3 أيام وهو سليم زي ما هو. بعد ال3 أيام هبتدي أقطعه زي ما انتوا شايفين كده، أعمله علامة إكس فيه. وبعد كده هجيب ميه، ابتدي اغلي الميه وانزل فيها الليمون، ياخد غلوه واحده بس، غلوه واحده، قلبة ميه واحده بس، واحتفظ بالميه دي وهسيبها. هجيب هنا حوالي جزرتين مبشورين كبار كده، و3 معالق من الفلفل الاحمر المفروم، يكون حار او بارد زي ما انت عايزه، ومعلقتين كبار من العصفر على حبة البركة، وكوباية الا ربع من الملح، وهخلط ده كله وهبتدي احشي بيه الليمون في الفتحات اللي انا عاملاها. احشيه كويس قوي. الكوبايه الا ربع من الملح كافيه جدا لتخليل كيلو الليمون، ما تنقصيش عن كده او تزودي عن كده، عشان لو نقص كميه الملح بيتهري منك، ولو زاد طبعا طعمه مش بيبقى حلو، فده مظبوط جدا يعني. هبتدي احشي كده كويس قوي، وهيفيد معاكي كميه من الخلطه دي سيبيها للاخر. انا حشيت اهو كله وسبت بقيه الخلطه. هجيب البطرمان بتاعي احط فيه جزء من الخلطه تحت، وهبتدي ارص الليمون، بس احاول ما يبقاش فيه مسافات ما بين الليمون، احاول اخبي كل الفراغات. وانا حطيت معاه قرون من الفلفل، بس دي قرون فلفل بلدي، يا ريت الفلفل يكون بلدي، ما تستعمليش الفلفل الكبير اللي هو مش بلدي ده عشان هيتهري في التخليل. هجيب الميه اللي انا كنت سايباها بتاعت غلي الليمون وهنزل عليها ببقيه الخلطه، وهبتدي بقى ازود البطرمانات بتاعتي من الميه دي. الميه دي كويسه جدا لليمون لانها طبعا مغليه ومتعقمه، مش هتخلي الليمون يعمل ريم، واحسن ميه تخليلي فيها الليمون. وما تخافيش مش هتمرر، لان احنا كنا ناقعين الليمون لمده 3 ايام، فاصلا الليمون ما فيهوش تمرير. وهبتدي احط فوق البطرمانات من فوق كده شويه زيت عشان اكتم الهواء خالص، بحاول ما ادخلوش هواء. وانا هحط اكياس كده تلاجة. هنبتدي نقفل على البطرمانات كويس قوي، حاولي تقفلي كويس قوي عشان الهواء ما يخشش، عشان ده اهم حاجه عشان الريم. بس بصوا شكله حلو ازاي في البطرمان، تقدري تضاعفي الكميه زي ما انت عايزه. الليمون المعصفر احلى مخللات في سفره رمضان. بصوا بقى اما فتحنا عليه بعد اسبوع، ده كان النتيجه، استوي كويس قوي، ما فيهوش اي مراره، وبالهنا عليكم.